طبعا يعني في يوم 14 اكتوبر، اليوم ده هو يوم احتفال القوات الجويه السنه. ففي الحقيقه نقعد نتساءل اشمعنى يوم 14 حقيقة الامر ان اليوم ده وراه قصه مثيره جدا تم الكشف عنها فيما بعد كذا سنه. الخطه كانت الموجوده ايه وكده. فالموضوع باختصار ان 14 اكتوبر 73 بعد 8 يوم من حرب اكتوبر كان في تفوق كبير للقوات الجويه المصريه على الاسرائيليه. بدات تستخدم القوات الاسرائيليه طيارات فانتوم وسكاي هوك جديده جايه مباشره بطيارين امريكان من الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر. هي بتنزل مطار العريش وبعد كده يتم استخدامها على طول لجبهه الامريكان مباشره. كانت الخطه اللي موجوده هدفها اخراج الطيارات المصريه من الخدمه في الدلتا. المطارات المصريه كلها يتم ضربها ناحيه الدلتا. مطارات رئيسيه، المطار الرئيسي القاعده الجويه الرئيسيه في المنصوره، ومطار طنطا، ومطار بلبيس كمان في الشرقيه. دول الثلاث مطارات رئيسيه ومتمركز فيها طيارات ميراج 21. الخطه كانت كالتالي: ان يتحط 30-40 طياره اسرائيليه قدام بورسعيد، فيبدا قوات الجويه المصريه تطلع تحاول تعترضها. في نفس اللحظه اول ما تطلع تحرك 80 طياره تيميين اسرائيليه جايين من البحر المتوسط ما بين قبرص ومصر، يهجموا من شمال الدلتا يدمروا الثلاث مطارات. فتيجي الطيارات المصريه ترجع ما تلاقيش مطارات موجوده، فيلفت الوقود ويتم ضربها في الجو. فبكده يبقى هم دمروا المطارات، دمروا الطيارات. خطه شبه اللي حصل في 67 الحقيقه، يمكن كانت اكثر خبثا كمان. يعني كان هيبقى في كذا موجه، 80 طياره دول في بورسعيد، 80 طياره يجوا في اول موجه، ثم يجي 80 طياره تانيين في الموجه الثانيه يهجموا بقى على الدلتا كلها، مفيش دفاع جوي ولا في اي حاجه. فبالتالي كان هيبقى كارثه كبيره جدا. واي قوات جويه، اي دوله بتفقد قوات الجويه بتاعها، فطبعا الحرب منتهيه بالنسبه لها. لكن اول ما حصل الموضوع ده 40 طياره فوق بورسعيد دول موجودين، القوات الجويه طبعا فهمت اللعبه، فتم اتخاذ الامر كانذار بشكل مباشر، وتم تعامل الدفاع الجوي مع الطيارات دي. لكن لم يتم تدخل الطيران المصري، بل بالعكس الطيران المصري قام بالتمركز في الثلاث مطارات الرئيسيين دول، وتم اعطاء اوامر درجه اولى اللي هي الحاله الاولى القصوى للطيارين بان هم يتواجدوا في طياراتهم يربطوا باحزمه استعدادا للهجمه الجويه الاسرائيليه المتوقعه. فعلا جت 80 طياره بتوع الموجه الاولى، وتم استقبالهم عند منطقه بلطيم ومنطقه شمال الدلتا. تم التعامل معاهم عن طريق القاعده الرئيسيه في المنصوره. وبعد كده الموجه الثالثه كمان 80 طياره تانيين، فتم الاستعانه بالطيارات من الميراج 21 او الميج 21 اللي موجوده في طنطا وبلبيس من ضمن المعركه. المعركه استمرت 53 دقيقه، وكانت اكبر التحام جوي في التاريخ منذ الحرب العالميه الثانيه. في معركه جويه لمده 53 دقيقه متتاليه. يعني في الحقيقه كانت طيارات تطلع وتنزل تطلع وتنزل. المعركه انتهت بتدمير 12 طياره اسرائيليه فانتوم وسكاي هوك، وتم تدمير طيارتين مصريتين اللي هم ميج 21 طيارتين فقط، وتم هروب باقي الطيارات الاسرائيليه خارج المجال الجوي المصري. فبالتالي تم احباط العمليه الاسرائيليه، ومن ساعتها اسرائيل ما عرفتش تاني تهاجم الدلتا بنفس الكثافه الموجوده، وعرفت قوه القوات الجويه المصريه في التعامل مع المواقف الصعبه اللي زي دي. وبالتالي تحول اليوم ده ليوم احتفال للقوات الجويه بقدرتها على الصمود قدام عدد اكبر من الطيارات، وعلى الطيارات اكثر تقدما اكثر تطورا. ومش كده وبس، وكمان يعني بمعركه جويه طويله جدا 50 دقيقه تحملها، وقدر يحتفظ بالمطارات المصريه كامله بكل قوتها طوال فتره الحرب. وهي دي قصه 14 اكتوبر 2009 هي دي القوات الجويه.